السلام عليكم الاخوات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا مزيانين، حالكم واحوالكم، وليداتكم والديكم اللي عزيز عليكم يا رب العالمين. خواتاتي مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بالاخوات اللي داخلين جدادين، ومرحبا بالقدامين وراكم مكبرين بيا. الله يكبر بكم، شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، على اللايكات ديالكم، على الكلمات الطيبه اللي كتخليني دائما ازيد لقدام. خواتاتي ان شاء الله الفيديو اليوم غادي ننظم معكم المجمد او الرطب المجمد ديالنا اللي باقي لي فيه بعض الحاجات اللي قلالين هكذا. كما قلت لكم في الفيديو اللي سبق، راه حنا كنقضيو نعديو على اللي باقي عندنا موجود، باش هكذا ان شاء الله كنخوي الفريكو، باش هكذا باذن الله تعالى باش نبداو نظام جديد باذن الله. يكون عندي النظام الفريكو خاوي ومنظم، باش هكذا ملي كتجي تقضيه جديده كتجينا ساهله نضمن الامور ديالنا، ونعملوا ان شاء الله جداول ديالنا باش الامور ديالنا كتمشي ان شاء الله باذن الله ساهله ومنظمه. واحد اللايك معكم الله يسهل عليكم على وليداتكم، باش هكذا القناه كتقترح للناس وحدين اخرين اللي عمرهم ما شافوا القناه ديالنا، باش تكبر هذه العائله معكم وبكم. وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم المحتوى الهادف ان شاء الله باذن الله. هنا خواتاتي غنبدا معكم بالربيع. عندي واحد شويه د الربيع، ماشي شويه ولكن شفتوا واحد الكميه تبارك الله لي زايده، ولكن شفتها غتبقى وغتخسر، وهو الربيع باقي جديد، يعني قزبر ومعدنوس باقي جديد، وقلت ما نخسروش هكذا نخليه في الثلاجه لتحت وغيخسر. هنا قبل خواتاتي الا بغينا نحافظوا على الربيع في المجمد طريقه سهله وبسيطه وكتنفعنا هكذا مع المده، مع النظام ديالنا كيكون عندنا ساهل وكيسهل علينا شويه الامور. قبل ما كنجيبوا القزبر ومعدنوس يكون جديد خواتاتي، وكنقي وحده بوحده. الا لقينا شي ربيع ما صالح شي اولا كنحيدوه، والوريقات الا كانوا صفرين فيه شي وريقات صفر كنحيدو نحافظوا على الربيع اللي كيكون جديد وخضر وباقي طري، باش هكذا كيبقى في المجمد واحد المده ديال شهرين اولا شهر ونص على حسب الاستهلاك ديالنا. دائما انا غسلته عقمته واحد شويه د الخل كنعملوه في البانيو، كنغسلوه ونعاودوه واحد 2 مرات اولا 3 المرات حتى كنشوفوا ديك التراب ما بقى شيء، اولا ديك الماء واللي بقى نقي اللي كنغسلوا فيه الربيع ديالنا، باش كنأكدوا بلي الربيع راه حنا غسلناه مزيان. من بعد كنجيبوا واحد السريبيطه اولا فويطه اللي كنستعملوا في الكوزينه تكون هكذا نقيه، وكنفرشوا ديك الربيع ديالنا من بعد ما نقطر من داك الماء، باش هكذا ماشي السريبيطه دغيا كتفزك وكيبقى فيها تحتها الماء، والربيع صعاب باش صعب علينا باش ينشف. دائما كنخليوه يقطر في واحد الشبيكه وندوزو نفرشوا لواحد السريبيطه من التحت اولا فويطه المهم اللي تكون مصبنه نقيه، وكنفرقوه ما نخليوش الربيع ديالنا دائما مجموع على بعضياته باش دغيا كينشف لنا، ونحطوا حدا شي شريجم ولا نفرشوا على شي طابله ونحطوا على حدا الشرجم باش دغيا كينشف وما كنحتاجو شي. دابا هاد الصيف والحراره ونخليو نهار كامل او ليله كامله، هذيك الطريقه كنعملوها في البروده ماشي في الصيف. الصيف الا خليناه ليله كامله في الصباح غنلقاو لاوي ودبال، يعني ما بقاش ديك القيمه ديالو ديك الطراوه ديالو. من الاحسن دابا الحراره نعملوه مثلا في الصباح واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع ونعملوه في المجمد باش كنحافظوا على الربيع ديالنا ما كيلوا شيء. اما ملي كتكون البروده واخا كنخليوه ليله كامله وكينشف اولا نهار كامل ما كنخافوا شيء. دابا الصهد خواتاتي دغيا كيلوا وما كيفقد ديك القيمه ديالو الطراوه ديالو. صافي من بعد واحد 3 ساعات على بيد ما نقضي شغلي نهار كامل، انا عملته في الصباح ما جات هذيك واحد 3 سويعات كان عندي حتى الشرجم دغيا نشف. من بعد خواتاتي على حسب الهشوار اللي عندنا واش زويونه او لا او عقادين بها الغرض في حالي انا، صافي جمعت داك الربيع قطعته طريفات هكذا طريقه عشوائيه، ونجيب واحد 2 بلاستيكات ديال بلاستيكات يكونوا كبارين شويه ويكونوا نقيين طبيعه الحال، ونفرقوا الكميه على 2 على حسب كل كميه اللي غتهزنا في الهشوار. من بعد عملته في المجمد خواتاتي واحد 2 ساعات، لان عندي المجمد زايده فيه السرعه فالصراحه كيجمد. انا عملته 2 ساعات فلقيته يابس. مره كندوز على ديك البلاستيكات وكنقلبهم كنقلبهم هكذا باش كيتجمد كامل، كنحس به يتجمد صافي كنقيسو بيدي كنلقاه مجمد كندوزو نطحنوه في الهشوار. دائما الهشوه ديالنا الا كانت مغسوله نحاولوا نشفوها من الماء باش ما يكونش فيها واحد الماء اولا شي قطيرات ديال الماء في الهشوار. ملي كنطحنوا الربيع كنلقاوه فازك، دائما نمسحوا الهشوار ديالنا عاد ندوزو نطحنوا الربيع باش هكذا. الطريقه اللي كنعطيكم باش كيبقى لكم الربيع مفرك ومفتت وما كيتلصقش ببعضياته. من بعد ملي كيتجمد كيجيكم ساهل تهزوا منه معلقه ولا 2 على حسب الاستعمال وكتستعملوه وكيبقى مفرك.
ودائما الطريقه باش غنطحنوا الربيع في الهاشوار تكون عندنا الطريقه خفيفه شويه، لان مع الصهد ما كنجيو نطحنوه حتى كيكون شي شويه بدا كيتفزك. دائما نعملوا كميه الكميه، ما نجبدوش كميه كامله حتى كنطحن واحد الكميه ونردها في البواطه وفي المجمد، عاد كنجبد بلاستيكه واحده اخرى عاد كنطحنها باش هكذا كنحافظ على الربيع ما كيرجعش يفازك، وملي كنطحنو كيولي ملصق وفحال فازك بالماء. صافي خواتاتي، هاد الطريقه غتكون ناجحه معكم ان شاء الله وغتنفعكم خواتاتي، وخصوصا الناس اللي ما كيتغداوش كل اسبوع ولا 10 ايام 10 ايام كيبغيو الربيع دائما يكون حاضر في الدار، حيت دائما كنحتاجوه في الاطباق ديالنا كامله. صافي الحبابات، جبت انا بواطات اللي ما غننظم في البواطات هذه عندي مقدامين وما عندي صراحه كيصلحوا للمجمد، وكيبقى المجمد ديالنا مرطب ومنظم. وفي الاخر انا غنوريكم، غنشارك معكم كلشي في الفيديو ان شاء الله. الا شفتوا الفيديو او القناه كتستحق الدعم خواتاتي، كنتمنى منكم تبارطاجيوها وتشاهدوا الفيديو من الاول للاخر، وعملوا واحد اللايك باش هكذا الفيديو ديالنا كيتقترح للناس وحدين اخرين. الله يسهل عليكم وعلى وليداتكم. صافي من بعد خواتاتي ما جمعت الربيع متو في المجمد، هنا عاوتاني الحمص، حتى هو الحمص اللي كنحتاجو الصراحه، كنحتاجو في كسكسو في الحريره. الا بغينا شي وجبه ديال الحمص كذلك، دائما هذه الطريقه كتنفعني بزاف وكتسهل عليا الافكار. بعض المرات كنوض في الصباح كنبغيو غير الحريره ولا كنبغيو شي حاجه اللي ما كانش طايحه لنا في البال، وداك النهار طاحت لنا، فكنت دغيا كنمشي للمجمد كنجبد الحمص، وها انا ما مضيعه لا وقت لا طاقه خواتاتي. كيكون عندي دائما قبل ما كنفزك الحمص راني كنغسلو هذيك الغبره اللي كتكون فيه وكنفزكو ليله كامله في الماء. دائما كنعملوا الكميه اللي عندنا متوفره وصافي. انا عندي هنايا شي 2 كيلو اولا اكثر. صافي عملتها في البانيو كبير وعمرت عليها الماء، وصلته اكيد 1-2 مرات قبل وعمرت عليه الماء وخليته ليله كامله. في الصباح كنعاود نغسلو، وملي كيتنفخ داك الحمص كيبات فازك في الماء، كيبان لنا ديك الحبات ديال الحمص اللي كيكونوا كحل اولا ما صالحين شيء، وكنقيو الحمص ديالنا فيما بانت لنا شي وحده ما صالحه شيء كنحيدوها، وكنغسلوا الحمص ديالنا عاوتاني مزيان بالماء نقي، وكنصفيه بالشبيكه هكذا حتى كيقطر من الماء، وعاد كنعملو في البواطات وكنستف. كنقسم الكميات اللي غنحتاج غير كل مره، باش ملي كنجبد البواطه من المجمد كصافي كنهز ديك الكميه ما كنرجعش عاوتاني نردو للمجمد، باش هكذا كنحافظوا على المواد اللي عندنا في المجمد يدوزوا معنا واحد المده طويله وما كيفقدوش القيمه ديالهم. صافي خواتاتي، خليته بهذه الطريقه كيقطر من الماء، وجبت بواطات ديالنا اللي كيكونوا مغسولين من قبل ومعقمين وممسوحين من الماء. صافي خواتاتي، وكنستف بهم. الصراحه النظام ديال البواطات رائعه، زعما مزيونه بزاف، احسن من البلاستيكات ملي كنبقاو نجبدوا بلاستيكه ونردوها، ولا كنجبدوا وحده كتكون فوق وحده البلاستيكات كيتثقبوا اولا كيتقطعوا خواتاتي، ولا ما كنردوا لهم البال بعض المرات، وهنا كيدخلنا داك الربو اولا داك الثلج ديال المجمد، وداك الشيء ديك الاشياء اللي كتكون في البلاستيك فكتفقد القيمه ديالها. الا كانت اللحوم ولا كان الحمص كانت شي حاجه اي حاجه، المهم البواطات راه ما كيتثقبوا ما والو صراحه، كينفعوني بزاف. راه كيعملوا في السوق، موجودين هاد البواطات في السوق كيعملوا 3 دراهم الوحده صراحه عمليا، وكيقدروا يدوزوا لنا حتى العام عام ونص هما معانا، راه ما كيتثقبوا ما كيتهرسوا في المجمد لا والو، غير الا طاحت من يدنا في الارض راه طبيعه الحال كيتشققوا. صافي خواتاتي، كل بواطه عملت فيها الكميه اللي غنحتاج كل مره. الا احتاجيت كميه كثيره فكنجبد 2 البواطات. صافي هذيك الطريقه اللي غنجبد البواطه ونهز منها غير النص ونولي عاود نسدها ونردها، فهنا الحاجه كتفقد قيمتها. دائما هاد الطريقه هذه غتحافظوا على المواد الغذائيه ديالكم اللي كتستعملوا في المجمد. انا عطيتكم غير اقتراح في هذا الفيديو اللي عندي متوفر شاركته معكم، اما كل وحده فينا غتشوف داكشي اللي كتستهلك بكثره هو اللي كيتعمل في المجمد. صافي خواتاتي، من بعد ما استفتهم بهذه الطريقه ضروري البلاستيك السلوفان اولا السلوفان اولا هذا، المهم البلاستيك الرقيق كنعملوه فوق بواطات، وكنسدوا البواطه ديالنا مزيان ونتاكدوا منها مسدوده باش كنعملوا بواطات وكنعملوا وحده فوق وحده. صراحه كيبقى المجمد ديالنا منظم واحد المده. دائما طبيعه الحال النظام راه ماشي دائما دوام الحال من المحال خواتاتي، بعض المرات كنكونوا مشغولين اولا كنمرضوا اولا شي حاجه كنهملوا واحد الحاجه، من بعد طبيعه الحال راه كنلقاوها مرونه ضروري.
خواتاتي الله يخلي الصحه والعافيه دائما كنمشيو على حسب الوقيات وكنوزعوا من خفافات وصافي. هنا كنوريكم الحامض اللي كنكونوا دائما كنستعملوا داك الطريف ديال الحامض. كنجبدوا واحد الحامضه اما كنعصروها على الحوت اما على الدجاج، وكيبقى لنا ديك القشور ديال الحامض اللي كيبان لنا دائما غير كنرميوه. ولكن خواتاتي هاد الطريقه راه بلا ما تضيعوه، لان فيه واحد الريحه الحامض والزيوت ديال الحامض اللي كاينه في القشر. هاد الحامض منظف رائع للدجاج او حتى الحوت. ملي كنبغيو نغسلوا الحوت ديالنا كنعصروا عليه شويه الحامض، راه غزال وكيحيد الزفوريه للدجاج او الحوت، اي حاجه اللي بغينا ننظفوها بالحامض. هنا جبت داك الطريفات دائما كنعمل واحد بلاستيكه في المجمد فيما كنعصر شي حامضه وكتبقى لي غير القشره وما كنكونش غادي نستعملها، كنمشي نديك البلاستيكه اللي عندي في المجمد وكنقرمي فيها ديك الطريفات. بحال اليوم الطريف غدا طريف بعدا طريف كتجمع لنا واحد البلاستيكه اللي فيها واحد الكميه ديال القشور ديال الحامض بلا ما نرميوهم، لان صراحه كينفعونا في الغسيل ديال الدجاج بالخصوص. هنا جبت ديك البلاستيكه اللي شفتها جمعت فيها واحد الكميه كثيره، عملتهم في البانيو وخليتهم حتى تفسخوا على خاطرهم. نزيدوا فيهم غير واحد شويه د الماء في البانيو ونخليهم يتحلوا داك القشور. ملي كيرطابوا ديك الساعه كنجيب الطحانه وكنطحنهم في الطحانه. فاليوم ما غنصفيش معكم القشور ديال الحامضه ولا القشور، غنعملو يتجمد بالقشور ديالو بكل شيء بهذه الطريقه. حتى غنبغي نغسل الدجاج وغادي نهز الكميه اللي بغيت. الا بغيتو مثلا تفرقوا الكميات في بلاستيكات صغيره باش كل مره كتجبدوا غير واحد بلاستيكه باش عاد تستعملوها بنفس الطريقه اللي عملت معكم دابا. وغادي من بعد ملي غنبغيو نغسلوا الدجاج فكنخليه حتى كيتحل وكنصفيه في الصفايه رقيقه، وديك الساعه كنغسلوا الحامض ديالنا بطريقه سهله وبسيطه. بغينا نخليو ديك الفريتيتات وكنغسلوا به الدجاج هكذاك وما عندنا حتى شي مشكل، حتى هي مزيانه. صافي خواتاتي دائما الا بغينا كميه صغيره كنقسموها باش كل مره كنهز عي بلاستيكه ما كنلقاهمش ملاصقين بعضياتهم. انا عملت بلاستيكات وستفتهم في البواطه باش كل مره كنهز عي واحد البلاستيكه وكنغسل بها الدجاج صافي. وديك الساعه راه كينفعنا خواتاتي واحد المنكه رائع واحد منظف رائع للدجاج، ما كيخلي فيه لا زفوله لا ريحه الدجاج ولا حتى حاجه، ونفس الوقت كنكونوا استهلكناه واستعملناه وما ضيعناه شيء صافي. والطاسه انا عملت واحد الطاسه فيها هكذا مفرقين، وواحد البواطه عملت فيها الكميه لان عندي كميه كثيره، عملت فيها هكاك كميه كثيره حتى واذا ما تجمدش راه غنبقى نغرف منه بالمعلقه او نقطع طريف بالموس ونستعملو كاع ويلا بغيت غير كميه صغيره، غير حيت باش ما نستهلكش بلاستيكات كثار وما بقاوش عندي ديك البلاستيكات اللي كيتسدوا. صافي خواتاتي عملت هذه الطريقه هذه. صافي غنجيب بلاستيك الرقيق وغنسد عاوتاني على الوجه ديال الطاسه ديال البواطه، وغنسد مزيان ونعملها في المجمد. فهاد الطريقه ملي كنبغيو نغسلوا الدجاج كنلقاوه ساهل خواتاتي، اولا بعض المرات ما كيتوفرش عندنا الحامض الطري هكا في الدار كنجبدوه من المجمد ونغسلوا به الدجاج ديالنا. فصراحه فكره رائعه ومزيونه بزاف، عندي معتمده كنعتمد عليها بزاف. غير الا شاركت معكم شي نهار حامض طري هكذا عصرته او حكيته فوق الدجاج، غير كنعكز نجبد هذاك اللي عندي، اولا كيكون عندي مصفر الاخر كنقضي كما كنقولوا كنهزوها من خفافت. حتى الحامض هكذا كنغسلوه مزيان وكنغسلوه وننظفوه مزيان وكنقطعوه دويرات وكنعملوه في البواطه. هذا الحامض هذه الطريقه هذه كتستعمل في الطويجنات اولا في الحوت في الفران، اولا الا بغينا نطيبوا شي وجبه ديال الدجاج ماشي مشكل. حتى ديك الطريف الحامض كان رميه هكاك، غير هو انا عندي الحامض مصايب على اليد راه كثار من عام ونص وقيله ولا عام اخواتاتي، والله ما عقلت. عندي صراحه باقي عندي، كنت هذا العام غادي نحضر معكم الحامض المصير طريقه سهله، ولكن باقي عندي خواتاتي باقي عندي زعما موجود. غير انا كنعملو في المجمد باش كنحاول كنتفادى ديك الغموليه اولا ديك الضبابه اللي كيعمل من الفوق. الا دوز واحد المده راه كيعمل ديك الضبابه من الفوق. الا عملتو في المجمد فكتبقاو تستهلكوا منه شويه بشويه بلا ما كيعمل لا ضبابه لا حتى حاجه. هنا السودانيه اولا الحار ديك السودانيه الصغيره انا وريتكم بلاستيكات قطعات ملي جبتها من المجمد، خصوصا ملي كنكونوا
كنخملوا المجمد ولا كنظفوه وكنبقاو نهزوا حاجه فوق حاجه وكنحطوا نهزوا كيتقطعوا لنا ديك البلاستيكات. نردوا البال عاوتاني الا تقطعت شي بلاستيك كنعاودوها، بحال لقيت الحر مقطع بلاستيكات عملتو في البواطه وعملت بلاستيك عليه عاوتاني باش ما كيدخلش داك الهواء ديال المجمد ولا البروده، وكيبقى عاوتاني كنستعملوه هكذا فوق الطويجنات او الا ما كانش عندي الحر طري كنلقى هذاك ديال المجمد. صافي خواتاتي هنا دزت باش ننظف المجمد ديال الثلاجه هنايا، وغادي نوريكم لانه الصراحه تكرفص. بعض المرات كنرمي ديك البلاستيكات اللي كيكونوا هكذا فيهم اللحوم او بعض المرات كيتثقبوا ما كردوا لهمش البال وكيسيلوا لنا في المجمد. فدابا ان شاء الله غادي نغسلو ونجبد عاوتاني ديك البلاستيكات اللي لقيتها بلاستيكه ديالها مثقوبه اولا تقبات نعاود بلاستيكه، ولا شفت الحاجه صافي فقدت القيمه ديالها لان كنشوفوه كيبقى حتى اللون ديال ديك الحاجه كتتبدل اولا صافي راه حنا كنرميوها بطبيعه الحال. صافي هنا حيدت ديك البواطات اللي حيدت من المجمد ديال الثلاجه، راه كنعملوهم في المجمد ديال الفريكو الصغير اللي غاد غنشاركو معاكم غير باش دابا الحراره راه ما يمكنناش نخويو المجمد ونحطوه فوق البوطاجي ونغسلوا المجمد على خاطرنا علقاو داكشي كله تحل. من الاحسن الا غنطفوا الفريكو ديال الثلاجه نخويه ونردوه في الفريكو مثلا ديال الصغير، وعاد ملي نطفوا الثلاجه ديالنا نردوه عاوتاني داكشي في الفريكو باش هكذا كنحافظوا على الحاجه تبقى مزيانه. صافي خواتاتي من بعد ما نطفتو انا كنغسلو عيب الصابون ديال القشوع. انا قلت لكم دائما كنستعمل ديك المعجون ديال القشوع اللي كيكون بيض ما كيكونش ملون زرقاء ولا احمر، يكون شي الوان فيه باش ما كتصبغناش الثلاجه ديالنا وكتبقى لنا محافظه على ديك البيوضيه ديالها. صافي الطريقه سهله خواتاتي، بواحد الفويطه كنجمع عاوتاني داك الصابون وكنصبنها عاوتاني كنعصرها ونشف حتى نشفت داك المجمد. هنا كنوريكم السفوفه ولا السلو باقي لي من رمضان خواتاتي، مع شميت الريحه ديالو باقي كما هو وخليته في البواطه هكذا. من بعد ما الا توحشناه اولا شي حاجه كنخويه شويه في الطبيصل وكنخليه حتى كيحيد منه داك البروده ديال المجمد وكنستهلكوه بطريقه سهله، راه كيبقى زويون الصراحه. انا غير شاط عليا وصافي بلا ما نرميوه ولا شي حاجه اولا كنكونوا ملينا منه شبعنا، حتى كنعملوه في بواطه باش ما كنضيعوهش حتى كنتوحشوه على خاطرنا وكنعملوه في طويصل كيحيد منه المجمد وكنستهلكوه بطريقه عاديه. صافي الحمص اللي كنت جمعت معاكم خواتاتي هو هذا، حيت رديته في الفريكو الاخر عمل ديك الضبابه ديال المجمد. هنا الثومات كذلك كنستعملها بهذه الطريقه هذه اللي الطريقه صراحه عمليه وكتبقى مده طويله بالقشور ديالها بكل شيء. ملي كنبغيو كنوزعوا الحبات اللي بغينا وكنعملوهم في الماء والثومه كتبقى محافظه على الطراوه ديالها احسن ما كنحكوها وكنعملوا معها واحد المجهود كبير. انا كنوريكم كذلك الحامض المصير اللي عندي متوفر حتى هو هاد الكميه اللي بقات لي صراحه، ولكن ان شاء الله الا توفر عندي شي حامض يكون جديد وزويون نقدر نشاركو معكم هكذا طريقه التحضير ديالو مصير، فكيبقى رائع ومزيون بزاف وكنسقى عندنا في الثلاجه ديالنا ولا في الفريكو ديالنا كنستعملوه العام كامل احسن ما كل مره خصنا نشريو الحامض مصير. انا كنوريكم الحريره خواتاتي، عملت واحد الكميه الحريره انا ولادي اللي شربوا الحريره واحد النهار راه ما كيقدروش يشربوها نهار واحد اخر، فكنقسم الكميه وكنعملها ببواطه بهذه الطريقه هذه وكنعملها في الفريكو. صافي ملي كنبغي الحريره اولا كنكون عيانه اولا كنكون خرجت على شي شغل ومشى لي الوقت فكنجبد غير البواطه وكنخليها حتى كتفسخ وكنسخنها اما للغداء اولا للعشاء كتكون عندي متوفره. صافي خواتاتي هنا كنوريكم غير الربيع راه دغيا الا خليته فوق البوطاجي راه دغيا كيترخى. من الاحسن انا قلت لكم دابا استعملت الفريكو ديال الثلاجه فريكو صغير كنهز كخويت الفريكو ديال الثلاجه في الفريكو الصغير على بيد ما نظفتو ورتبتو عاد غادي ننظف معكم عاوتاني الفريكو الصغير اللي عندي. ديال الحامض اللي عندي عاوتاني مدور هكذا في بلاستيكات راه كان عندي قبل صراحه مسحت ديك البلاستيكات وشفتهم واش باقين صالحين اولا تقطعوا ولا شي حاجه، فكنحاول نضوب البلاستيكات ونشوف داكشي. ضروري المراقبه خواتاتي ملي شي حاجه نحطوها في الفريكو خصوصا اللي كانوا منظمين في البلاستيكات، يعني اللي كانوا منظمين في البلاستيكات ملي كنبقاو نجبدوا حاجه بحاجه وحاجه كطيح على حاجه دغيا البلاستيكات كيتثقبوا، اما البواطات كيبقاو واحد المده طويله صراحه. صافي كنضوب البلاستيكات كنامن داكشي راه متول ومجموع كيف ما كان. والحاجه الا شفتها فقدت القيمه ديالها بطبيعه الحال تقبات البلاستيكه وبقات وما بديتلاش البال مشحال راه كنرميها.
هنا لافوكا كنوريكم لافوكا غنبدل لها البلاستيكات واخا ماشي متقوبين ولكن زعما واخا ماشي مقطعين. لافوكا اللي كنا كجبناها كتكون مثلا هكذا كنصادفوها ناقصه الثمن وكتكون الجوده ديالها عاليه وجديده وزويونه، كنجيبوها بواحد الكميه وكنعمل كل وحده كنلوي عليها البلاستيك الرقيق ومن بعد كنجمع 3 هكذا باش كيعطيونا واحد الكميات اللي صغيره باش كتهز لي هكذا في المجمد وكيتستفوا، وكنبقى نجبد غير وحيده بوحيده ما كيتلصقوا ما حتى حاجه، وكنستهلكوا عي وحيده او لا جوج على حسب الكميه اللي بغينا. هذه الطريقه عمليه وصالحه خواتاتي الصراحه للعصير. كتلقاوها هكذا تجبدوها اولا في الصباح اولا في العشيه اولا كتكون عندكم الحاجه متوفره في الدار كتسهل عليكم الامور. صافي بدرت لهم ديك البلاستيك امنت بلي راهما مسدودين مزيان. انا ندوز نوريكم الفريغو ديال النيبيره هي اللي رتبت معاكم، اما هاد الجهه هذه صراحه ما قستاش لان كانت عندي منظمه ومتيوله زعما ما بلاستيك ما مقطع ما حتى حاجه خليتها هكاك. صافي جمعت غير الجهه اللي كانت فيها الروينه والقرباله ديال بصح هي هاد الجهه هي اللي كتكون فيها اللحوم كيكون فيها بزاف الحاجات. المهم نظمت اللي متوفر عندي معكم اليوم غير كفكره خواتاتي معكم. انا عندي العظومه ديال السباده حتى هما كيصلحوا الصراحه هكذا للصوبه او بحال العظومه ديال اللحم حتى هما كيصلحوا مع الطريفات ديال السباده ولا الحوت هابره اي حوت نوعيه اولا شويه الكامبا اولا كنعملوا الصوبه حتى هما كينفعونا. حنا ملي كنجيبوا سباده حتى مول الحوت الا طلبتوا منه العظومه ديال السباده كيديها لكم، ولكن انما وقيلا كيبيعهم الله اعلم. بحال اللي دابا ولاو كيبيعوا حتى ديك العظومه ديال اللحم ولاو كيتباعوا بواحد الكميه. الشحمه الصراحه حتى ولات كتباع اللي كانت قبل واحد الطريقه صراحه اللي كان الجزار كيعطي الشحمه فابور للكليان ديالو اولا العظومه. صراحه اليوم كلشي ولا كيتباع الله يحسن العوال الجامع خواتاتي كلشي غلا، حتى ديك الجزار مسكين راه غلات عليه الظروف السلعه غلات حتى هو ما بقاش كيقدر. مثلا الشحمه كتباع دابا 60 درهم الكيلو، العظومه هكذاك ماشي بهذا الثمن وانما كيتباعوا بواحد الثمن اللي حتى هو بسيط. العظيمات هكذا اللي كنرميو في الحريره. صافي انا عندي العظومه ديال الحريره ولكن كميه كثيره كنت جمعتها بواحد البلاستيكه غير قسمتها على 2 بلاستيكات باش كل مره نهز واحد الكميه اللي غتكون كافيه يعني. من بعد عاوتاني حيت ديك البواطات دخلوا لداخل بقات لي ديك الحاشيه ديال الفريغو باقي فيه اتساع، فاستفت داك لافوكا داك الحامض هكذا صحيح بقى عندي ديك العظيمات هكذا الحريره ولافوكا اللي جمعتها هما في الحاشيه هكذا الفريغو. حيت الفريغو الصغير اللي غندوز نشاركو معكم غننظفو خواتاتي لان خويته وطفيته حتى نجيبو تقديه جديده ان شاء الله. انا غنشارك معكم المجمد خواتاتي اللي جات بزاف تساؤلات على المجمد اللي عندي، كنت شاركته معكم ما مره ما جوج في فيديوهات اللي قبل، غير هو عاوتاني كيدخلوا اخوات جدادين كيخليو التساؤلات. بالنسبه للمجمد كنت شريته من المرجان، هذا اصغر حجم ديال المجمد، هادو هما الصغارين اللي عندي انا، ولكن خواتاتي فيه الايجابيات ديالو والسلبيات ديالو. بالنسبه الاقتصاد ديالو اقتصادي في الضوء، راه ما دالي زعما لا ضوء ولا حتى حاجه. بالنسبه للتجميد كيجمد مزيان كما كنقولوا ما كيعملش شي صداع اولا شي هدير هكذا صداع ديال المجمد او لا ما كتسمعوش الحس ديالو نهائيا. هنا في مرجان راه كاينين موجودين، انا غنخلي لكم السميه ديالو واضحه في الفيديو يبقاو معايا. اللي بغات تسكريني السميه ديالو تقلب عليه في مرجان راه كاينين. غير انما هاد الصغارين خواتاتي هاد الحجم الصغير فيه الحاجه اللي سلبيه هي ملي كيعمر وكتبغي تجبدي شي حاجه من القاع كتلقاي صعوبه، خاصك تبقاي تهزي ديك الفوق اللي في الفوق كله باش توصلي للحاجه اللي لتحت. وانما كما كنقولوا خصنا نكملوا من عندنا. شنو هي؟ اما مثلا الدجاج عاد تعملي واحد الكميه من التحت واحد الكميه من الفوق باش ملي تبغي الدجاج غتلقايه واحد الكميه من الفوق. انا كنت شاركت معكم بالطريقه في واحد الفيديو والله الا تنسالي. انا كنقرب لكم السميه ديال المجمد اللي بغاتو تسكريني السميه ديالو تقلب عليه راه موجود. اقتصادي في الضوء خواتاتي كما قلنا ما كياكلش الضوء ما كيعملش الصداع. بالنسبه للثمن ديالو كنت خديته 2600 درهم اولا 2500 درهم والله ما عقلت، ما بين 2600 2500 خديته. واخا صغير هو الثمن ديالو شويه زايد ولكن دائما كيبقى ما كياكلش الضوء صراحه. انا كنستعملو. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي هدى واش كتستعملي غير واحد الفتره ملي كتكون تقديه زايده واحد الفتره لا خواتاتي انا كنستعملو العام كامل.
يعني دائما عندي المجمد مستعمل، يعني ماشي كنستعمله في واحد الفتره كنتمنى ان طرقت معكم وجاوبتكم على الاسئله ديالكم. ولا كانت شي حاجه خواتاتي ماشي واضحه، مرحبا بكم حبابات ديالي، خليوها في التعاليق. الا نسيت شي وحده على شي حاجه او لا خليوها لي خواتاتي، نعاود معكم فيديو واحد اخر ان شاء الله ونشرح معكم عاوتاني. عندوز البوطه حتى هي كتجيني بزاف الاسئله على البوطه والفران ديالها. بالنسبه للسميه ديال البوطه راه ما غتلقاوهاش دابا كاينه، لان خرجوا بزاف الاسماء اللي دارجين في السوق، واغلبيه هذا الاسم اللي عندي في البوطه راه قلبت عليه في مرجان وما لقيتوش، لان بوطه عندي قديمه. انا غنقول لكم خواتاتي راه فايته 12 عام وهي عندي، كنت شريتها ب 4000 درهم، خرجت لي الله يعمرها سلعه غزاله. ولكن الفران راه كلا الدق الصراحه، كنت كنستعملو بزاف للطويجنات والماكله، الدجاج، الحوت. انا ما كنطيبش فيه الخبز لان ما كنعجنش وما كان ما عنديش العجينه في الدار، كنشري غير الخبز دائما. ولكن واش عمرني طيبت فيه الخبز؟ لا خواتاتي، عمرني ما طيبت فيه الخبز. على فكره اللي كنسمع الاخوات هاد الفرارن بحال هادو ما كيصلحوش للخبز، كاينين الفرارن خاصين ديال الخبز، بحال هذاك الفرارن ديال عفيفي، على ما اظن سميتهم عفيفي خواتاتي، راه مشكورين عند الناس بزاف كيستعملوهم للطياب ديال الخبز. خذوهم، ما فيهمش الفران، فيهم ما فيهمش البوطه، يعني ما فيهمش البوطه، فيهم غير الفران، والفران كيخدم بالبوطه ديال الغاز، يعني ماشي بالضو. كيقولوا الناس كيطلع لهم الخبز غزال، يعني كيشكروه واحد العدد ديال الناس. هادوك اخواتاتي راه موجودين في الاسواق، شريوهم احسن لكم من هاد الفرارن هادو اللي كيكون فوق منهم البوطه. راه صراحه غالبا ما كيكونوش صالحين للخبز، ولكن الفران كيطيب غزال الدجاج، كينضج الدجاج، كينضج الطياب مثلا هكذا الوجبات، كينضج احسن من الطياب ديال الفران ديال الضو. صافي. بالنسبه للسميه انا كنقول لكم انا شريتو من محل تجاري ماشي من مرجان، وحتى في المحلات التجاريه حيت كنعمل مره دوره كتكون عندي واحد الفكره هكذا الا بغيت نبدلها. حيت الفران راه كما تنكل، كما كنقولوا تنكل بالعافيه، حيت العافيه ديالو مجهده بزاف. وصراحه انا قلت لكم كنطيب فيه الحوت والدجاج غير الماكله. اما بحال الحلوى الكيك او لا هكذا كنستعمل الفران ديال الضو. صافي خواتاتي، هذه هي الفكره اللي نقدر نعطيكم على الفران. الله يسهل عليكم اخواتاتي والله يسهل اموركم يا ربي. تبارك الله دابا خرجوا الفرارن كيشهيو غزالين صراحه. انا براسي كنقول زعما راه خصني نبدلو، انما الفران البوطه الفوقانيه راه باقا عندي غزاله والعافيه ديالها باقا زرقاء، يعني ما كتدخن ما حتى حاجه. على داك الشيء صابر عليها، كنقول ندوز بها عاوتاني، نزيد ندوز بها شويه ان شاء الله الا طول ربي في العمر. ان شاء الله نبدلها بشي وحده اخرى، اولا نبدل البوطه اللي على من فوق البوطاجي. ما عرفتش اخواتاتي شنو غادي يكتب، حنا مع تيسير الله سبحانه وتعالى. صافي الحبابات، دز نيت كانت عندي مكرفصه شي شويه من الفوق، طيبت عليها نهار كامل وقلت غادي نمسحها هكذا. كنمسحها على داك البرودوي ديال البوطه، كل مره كنجيب برودوي في شكل هكذا كنبدل المنتوجات باش كنحس براسي بلي نوعنا شويه. وكما كنقولوا عاد تبقى تستعملوا نفس البرودوي كتحسوا بالملل. فملي كنبدلوا شي حاجه واخا بسيطه خواتاتي كتعطينا واحد الطاقه هكذا ايجابيه، وكنحسوا براسنا راه حنا بدلنا. المهم خواتاتي صافي غسلتها ومسحتها بداك الفويطه. اما حتى ديك الشباكي راه ملي كيكونوا مرشوشين غير بالزيت كنمسحهم غير بالفوط بديك الرشاشه كنرش وكنمسح بالفوطه وصافي. ماشي دائما كنعمل فيها ديك التنظيف العميق ولا ديما كنرقب ديك الريوس ولا لا خواتاتي. انا قليل صراحه ديك التنظيف فين كنعملو في 6 شهور، مره في 6 شهور، مره في 7 شهور، مره في 4 شهور، ماشي دائما. حتى لهنا الحبابات ديالي كيكون الفيديو سالم. محبتي لكم عمره ما عتسالى. شكرا على حسن المتابعه، شكرا على اللايكات ديالكم، على الكلمات الطيبه وعلى التشجيعات ديالكم للدعم الفيديوهات الهادفه خواتاتي. كنشكركم بزاف والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله تعالى.